الاهلي وبيراميدز اهم مباراه في الدوري للنادي الاهلي. هتقول لي ازاي؟ يعني اهم مباراه الزمالك؟ طبعا اهم مباراه الزمالك. دلوقتي انت بص، اي نقطه نادي بيراميدز بيخسرها دي في صالحك، دي لصالحك. اي نقطه نادي بيراميدز بيخسرها دي لصالحك، ما عدا مباراه الزمالك طبعا كانت هتبقى لصالحك لو نادي بيراميدز فاز على نادي الزمالك. تمام. فاحنا لو فزنا على نادي بيراميدز يبقى احنا كده بنضمن اكتر ان احنا نلعب دوري ابطال الموسم الجاي. فانا دلوقتي اهم حاجه عندي اخسر الدوري مش مشكله، بس اهم حاجه عندي ان انا العب دوري ابطال الموسم الجاي. طبعا انا بنافس على الدوري، مفيش جدال في الكلام ده. انا الدوري بالنسبه لي اهم حاجه، ودلوقتي رقم واحد بالنسبه لي ان انا اخد الدوري. لكن دلوقتي انا برضو اهم حاجه برضو عندي ان انا العب دوري ابطال الموسم الجاي. فمباراه بيراميدز هي مباراه مهمه. فتعالوا نخش على طول بدون مقدمات. فعايزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، تشترك في القناه وتعمل لايك، والاهم من ده كله انك تفعل زر الجرس عشان بعد الماتش على طول ان شاء الله نبقى بنحتفل بالفوز. فالحلقه اول ما تنزل توصل لك على طول وتخش تتفرج عليها بعد مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز. يلا نبدا. طبعا الحلقه دي معموله مخصوص لتشكيل النادي الاهلي امام نادي بيراميدز. بس قبل ما ابدا الحلقه شفت فيديو من احمد شوبير. فيديو غريب جدا يا جماعه، انا مش فاهم يا شوبير انت بتفكر ازاي او الكلام ده طلع منك ازاي. فاحنا نشوف الفيديو وبعد كده نحلل الفيديو ده، وبعد كده هنخش على تشكيل النادي الاهلي. فيلا يا باشا نشوف الفيديو الاول على السريع كده وعشان نخش على التشكيل. يلا بينا. ربنا مقسم الارزاق وبيخلي مثلا ده بطل. بتكلم هنا على الاشخاص، ده بطل، ده نص بطل، ده ربع بطل، ده كومبارس. وده مش عيب على فكره تبقى كومبارس دول في السن بيساهموا في نجاح المسلسل، لكن هو في النهايه كومبارس. فالكومبارس ما بينفعش يبقى بطل. انا بتكلم على الاشخاص هنا مش على الانديه عشان بس الناس تبقى واخده بالها. طبعا شوبير في الفيديو اللي شفناه ده هو بيتكلم عن كومبارس الكره المصريه، لكن في اول الفيديو قال لك انا مش بتكلم على شخص. يعني في اول فيديو كده قال لك انا مش بتكلم على اشخاص، وفي نهايه الفيديو قال لك انا مش بتكلم على الانديه، لا ده انا بتكلم على اشخاص. يعني شوبير كذب نفسه في 20 ثانيه، يعني قال كلمه وكذبها في 20 ثانيه، هو اللي كذب نفسه. فحاجه غريبه. وقول يا شوبير انك قصدك على نادي الزمالك، خلاص قول ان انت قصدك على نادي الزمالك، يعني مش ناقصه لف ودوران. تعال نخش على التشكيل على طول. يلا بينا. بص يا باشا، كل المفاجآت اللي في تشكيل النهارده هتكون في خط الهجوم. يعني مفاجآت والتغييرات كلها هتكون في خط الهجوم. فاحنا نبدا كلنا بمركز حراسه المرمى. طبعا مركز حراسه المرمى بدون جدال هيكون معانا مصطفى شوبير، حارس متميز وان شاء الله يعني ما ياخدش انذار عشان ما يغيبش عن مباراه الزمالك. فمصطفى شوبير هيكون اساسي بنسبه مليار في الميه. وعندنا تاني في مركز السيرد باك هيكون معانا اثنين في مركز السيرد باك، ياسر ابراهيم وهيكون معاه ياسين مرعي. كده احنا ما عندناش حاجه جديده. نخش على مركز الباك رايت. طبعا معانا محمد هاني برضه لو خد انذار هيغيب عن مباراه الزمالك. لكن المفاجاه ان احنا هيكون معانا محمد شكري مش احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا رفض ان هو يلعب في المركز الباك ليفت. اللي هيكون معانا اساسي بنسبه مليار في الميه باذن الله ممكن يكون محمد شكري وممكن يكون احمد نبيل كوكا، لكن الاقرب ان هو يكون محمد شكري. طبعا القائمه زي ما انت شايفها قدامك كده انضم ليها عنصرين جداد، وهو عمر سيد معوض الجناح الايسر المتميز، يعني جناح جامد جدا ان شاء الله يكون له دور في المباراه. مش هيكون اساسي لكن هيكون له دور في المباراه. وهيكون معانا برضو حازم جمال او جمال حازم تقريبا، حازم جمال حارس المرمى الثالث. وهنا انت يعني تعاقدت مع سيحه ليه؟ ادام انت مش حاطه حتى حارس ثالث تعاقدت مع سيحه ليه؟ انا ما اعرفش. حاجه غريبه جدا جدا بتحصل في النادي الاهلي زي ما حصل مع كاموش. انت تعاقدت برضو مع سيحه وقعدته دكه وما قعدتوش دكه اصلا، ده انت خرجت بره القائمه خالص للمباراه ال20 على التوالي ما بيتلعبش سيحه. وبرضه في نفس الوقت عندك كاموش برضه ما بتلعبوش ومطلعه بره القائمه خالص. انا ما اعرفش اداره النادي الاهلي بتفكر ازاي او يستر بيفكر ازاي. تعال نخش بعد كده على مركز خط النص بالكامل. طبعا هيكون عندنا مفاجاه خط النص. مفاجاه خط النص هيكون اليو ديانج. اليو ديانج يا جماعه هيرجع اساسي امام نادي بيراميدز. فهو هيكون اساسي امام نادي بيراميدز بنسبه كبيره. يكون جنبيه مروان عطيه. هتقول لي هنلعب باثنين ديفندر، اقول لك ده نادي بيراميدز مش نادي مش سهل، فكك من اللعب. يعني نادي بيراميدز اللي انت شفته امام نادي الزمالك ده هتلاقيه بيراميدز تاني، وهتلاقيه مانشستر سيتي قدامنا. ايوه زي ما بقول لك كده اللعيبه بتنزل جازه، وده النادي الاهلي. اي نادي بيغل من النادي الاهلي فهتلاقيه بيلعب قدام النادي الاهلي غير اي نادي. ما اعرفش انا بقول ايه بس يلا نكمل. اليو ديانج ومروان عطيه يكونوا خط وسط مدافع. قدامهم امام عاشور دي بنسبه كبيره. امام عاشور بيقولوا ان هو حصل ليه تاهيل من اول وجديد، لعب على البدني كتير، فان شاء الله نشوف نسخه مميزه من امام عاشور. ما فيش وقت للانتقادات خالص دلوقتي، احنا في مرحله حاسمه في الدوري. تمام. هنروح بعد كده على مركز الجناح الايسر. الجناح الايسر طبعا الجناح الايمن. الجناح الايمن طبعا هيكون معانا احمد السيد زيزو بعد غياب حسين الشحات. لو حسين الشحات موجود كنت اقول لك لو حسين الشحات ما لعبش يبقى طرب ما بيفهمش اكتر من ان هو ما بيفهمش. فهيكون معانا احمد السيد زيزو. حسين الشحات طبعا افضل منه دلوقتي. هيكون معانا تريزيجيه في مركز الجناح الايسر. تريزيجيه هو هداف الفريق وهداف الدوري. لو في مستواه انسى. يعني انا نفسي كده ال11 لاعب اصلا يكونوا زي تريزيجيه. لو ال11 لاعب زي تريزيجيه انت مش محتاج حاجه ثاني. لو نفس الروح بتاع تريزيجيه انت مش محتاج حاجه ثاني. وبرده معايا ياسر ابراهيم ومروان عطيه. تعالى بعد كده بقى نخش على مفاجاه التشكيله كلها، وهو صاحب هدف او صاحب القاضيه، مش قفشه في الاتحاد،
صاحب القاضيه طاهر محمد طاهر هو صاحب هدف سموحه اللي لعبه، والهدف ده هيغير من شخصيته كتير، وطاهر هيتحول، ولو لعب اساسي هتشوف طاهر جامد جدا امام نادي بيراميدز. انا بقول لك كده طاهر بيجيد اللعب في الهجوم، شفناه مع مارسيل كولر لما جاب هدف في سيراميكا، جاب هدف جامد جدا، ومارسيل كولر كان بيعتمد عليه اعتماد يعني شبه كلي لما المهاجمين بيغيبوا، كان بيلعب بطاهر محمد طاهر في مركز المهاجم او مركز راس الحربه، كان بيجيد في مركز راس الحربه، وشفناه لما نزل امام سموحه جاد في مركز راس الحربه. فطاهر هيكون مفاجئ راس الحربه، افضل من شريف، افضل من كاموش اللي مش في القايمه، افضل من مروان عثمان، هو افضل من ده كله، مش عشان جاب هدف سموحه، لكن طاهر بيضغط ولعيب لما بيكون في مستواه مفيش مهاجم زيه في النادي الاهلي، بما انه مش بيلعب مهاجم. فان شاء الله النادي الاهلي لو لعب بالتشكيله دي، وان شاء الله هي هتكون التشكيله دي امام نادي بيراميدز، لو لعب بالتشكيله دي انسى، وهتشوف النادي الاهلي نسخه مميزه جدا جدا، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز على نادي بيراميدز ونحجز ونحجز مقعد في دوري الابطال. زي ما قلت لك من بدايه الحلقه، احنا مش محتاجين غير ان احنا نحجز الاول مقعد في دوري الابطال، احنا عايزين بس نلعب دوري ابطال، وبعد كده هنفكر في الدوري باذن الله ان احنا هناخده. اصلا الدوري كده كده يا جماعه، الدوري في الجزيره بالنسبه لي، لو فزنا على بيراميدز فالدوري في جيبنا خلاص. فان شاء الله الدوري يكون في الجزيره. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش المتابعه واللايك، وان شاء الله تكون الحلقه عجبتك. استناني بعد المباراه. السلام عليكم.